خلاص اتعودت عليكم، خلاص بقينا في مكان واحد طول الوقت. بس موضوع بقى النت ومواقع النت ده لعبتي انا، يسالوني في اي حاجه فيه. انا بصراحه نفسي اشكر حضرتك جدا، انت بتكتب عني كلام كتير قوي قوي على المواقع بتاعتك، لدرجه ان انت خليتني كده نجمه ومشهوره كمان. ايه ده؟ وانا بقى انا محتاجه اوصل لحضرتك عشان خاطر تكتب عني انا كمان ولا ايه؟ ما انا لو كتبت عنك زي ما بكتب عن مي وحركات ممكن تزعلي. اصل الاستاذ مصري بيكتب عني كلام كتير قوي، انت عارفه بقى يعني فضايح وكده يعني. ايه؟ فضايح؟ لا 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 بلاش مش عايزه فضايح خالص. مشاهدينا ورجعنا لكم من الفاصل ونواصل سويا حلقه النهارده الناس والنت. وسؤالنا المعتاد للاستاذ مصري احمد المصري رئيس تحرير اكبر مواقع للنت عن اهميه النت. اتفضل يا استاذ مصري. الحقيقه موضوع النت ده انا عاوز اقول لحضراتكم انه موضوع في منتهى الاهميه، لانه عامل زي السكين، ممكن نستخدمه في الخير وممكن نستخدمه في الشر، وهشرح لحضراتكم ازاي. شفتي يا دكتورة؟ شفتي اللي مكتوب عني على النت؟ يا هند يا حبيبتي، قلت لك 100 مره قبل كده ما تهتميش بالنت ده ولا اللي بيتكتب فيه. ومين اللي هيفهم الكلام ده؟ يا ربي، مصيبة لو جوزي دخل على النت وقرا الكلام ده. يعني كتب عنك ايه؟ امال انا اقول ايه؟ كتب عني اني نصابة وبعمل اعمال سحر للناس وكل ده كذب. انا بقى يا ستي كتب عني ان انا بتاجر في الدروس الخصوصيه وبنجح الطلبه عندي في الجامعه باللي بيدفع اكتر. وايه الحل؟ مين اللي بيكتب الكلام ده؟ وبيستفيدوا ايه من الكلام ده؟ هو ده بقى السؤال، بيستفيدوا ايه من التشهير بالناس؟ حتى القانون ما بقاش رادع مع الناس دي. تعالي فين رئيس القناه دي او حد من المذيعات اللي معاه؟ يا اختي الراجل داخل يزعق ده وانا كل شويه اوضب الدنيا. نعم يا استاذ، هي داخل كده اهوت، هي وكاله من غير بواب؟ لا، وكاله بواب. تقدري تقولي لي بقى فين البواب بتاعها؟ انا البواب بتاعها، اعتبرني انا البواب والتصوير والاخراج والمونتاج والمكياج. نعم حضرتك عايز ايه بقى؟ قول لي كده اهوت وخلصني. طيب يا عم البواب، تقدري تقولي لي بقى ليه مصر بتاعكوا ده اللي بتستضيفوه كل شويه بيمسخرني على النت؟ يوه، واحنا مالنا يا استاذ؟ احنا مالنا؟ ما تروح يا اخي تشتكي في مباحث النت، ولا اقول لك تدفع كام وانا اجيبه لك وتبهدله. نعم يا اختي، انا اللي ادفع؟ انا المظلوم مش الظالم. يا هانم انت بتكلمي رجل اعمال محترم. وكمان رجل اعمال؟ يعني عمال تسف وتهلب من هنا هوت وتاكل قوت الشعب. ده انت تدفع وانت ساكت ورجلك فوق رقبتك. واقول لك سيب بقى الباقي عليا انا. طيب امر الله هدفع، بس ممكن لو سمحتي تقولي لي هتعملي ايه بالظبط؟ معقولة يا جماعة؟ هو في أحلى من فضايح النت؟ طب ده أنا بلعب لعبة على النت وهي دي بقى سبب شهرتي كرقاصة، قصدي يعني كفنانة ومطربة استعراضية. ايوه كفنانة ومطربة استعراضية، ايوه انا فهمت دلوقتي، كفنانة ومطربة استعراضية. يا تاريخ اشهدوا، يا تاريخ اشهدوا يا فراعنة. أول مرة في حياتي أشوف واحدة تفضح نفسها بمزاجها. طب قولي لنا بقى يا حبيبتي ايه هي اللعبه؟ منك نستفيد يعني. معقولة يا دكتورة؟ وانت ينفع برضو تشتهري عن طريق النت والفضايح؟ يا اختي خلصينا بقى، قولي بقى ايه هي اللعبة اللي هتخليكي يعني تبقى مشهورة كده، خلصينا. ولا حاجة يا جماعة، أنا دايما بكتب الخبر وأقوم مكدباه. يا بنت الايه؟ يعني انت تفبركي خبر كده عن نفسك وفي الاخر تكدبيه؟ يعني انت اللي بتكتبي الخبر وترجعي تكدبيه؟ أيوه. ايه الفضايح دي؟ ايه الفضايح دي يا دكتورة؟ يا وردة، في حد عاقل يعمل كده؟ وهو في حد عاقل يصدق النت؟ والله كلامها مظبوط، رغم انها مبتذله جدا، انما فعلا في حد يسمع كلام النت؟ كلام النت ده كله كذب في كذب، كذب في كذب. اكيد قاعدين قعدة نميمة. بتقولوا ايه بقى؟ بقول لكم ايه، انا ماشيه احسن، انا مستعجله قوي، عندي رقصه، قصدي اغنيه. يلا باي باي باي. شفتوا مصر كاتب ايه عن صلاح؟ كلام يموت من الضحك. صلاح جوزي
صلاح جوزي اشرف من الشرف، مفيش زيه. قولي مكتوب ايه؟ انت فرحان قوي يعني ان مكتوب على النت فضايح على اختك وجوزها؟ مش حكايه فرحان، ده كاتب كلام صعب جدا، كلام انا اتكسف اقوله والله. وريني كده ما اشوف فيه ايه. يا نهار اسود، معقوله صلاح فيه كل العبر دي واحنا ما نعرفش؟ كذب، والله العظيم كذب. كل اللي مكتوب على المواقع دي كذب. كذب ولا مش كذب؟ انتوا هتصدقوا ايه يا دكتوره؟ انت هتصدقي برضو كلام اللي مكتوب في النت؟ شفتوا؟ ابتديتوا تصدقوا اللي مكتوب وواخدين الامر ببساطه. دي تبقى كارثه، مصيبه. فعلا والله دي تبقى كارثه ومصيبه كمان، لان لو واحد بس كدب اللي مكتوب 1000 غيره هيصدقه. مش ممكن، انا مش قادره اصدق. بصي ده اخد وشي وحطه على صوره واحده تانية خالص، ده خلاني مشهوره وانا شاكيره. يا سلام، وانت فرحانه قوي يا بنتي؟ انت كده عمرك ما هتتجوزي ولا حد هيعبرك اصلا. بالعكس انت اللي فاهمه غلط. لو هي شاكيره كده مليون حد هيعبرها، لان بقى معظم المشاهير بيموتوا في الفضايح. تمام يلا بينا، طب يلا هنرجع على الهوا. مشاهدينا الاعزاء، ثانيه واحده لو سمحت، ثانيه واحده، انا عايز ابقى معاكم على الهوا. اعزائي المشاهدين، جالنا ضيف صلاح الدين، رجل اعمال. مشاهدينا نكمل حوارنا مع الاستاذ مصري. لا حوار ايه؟ انا ارفض التواجد مع الاخ ده على الهوا. ليه يا استاذ مصري؟ ليه ترفض التواجد على الهوا؟ ده انت لازم تقول قدامهم وقدام الملايين على الهوا. انت ليه بتهاجمني على النت؟ عاوز مني ايه؟ يا جماعه الموضوع كبير كده قوي، فممكن بس نطلع فاصل ونواصل. لا مفيش فواصل الا لما الاستاذ مصري يقول على الهوا هو عاوز مني ايه. لا انا مضطر امشي، انا ما اقعدش مع فاسدين على الهوا. مشاهدينا الاعزاء، فاصل ونرجع لكم تاني. برافو عليك يا صلاح، برافو قوي اللي انت عملته مع مصر. كان لازم يتكسر دماغه من زمان. والله العظيم لعلمك بقى، انا بس عملت حساب المذيعات والمشاهدين، والا كنت كسرت دماغه. معقوله انا اشرف رجل اعمال يكتب عني كلام بالشكل ده؟ صلاح، انا عايزه اقول لك على حاجه يعني، بس خايفه. بقول لك ايه، اوعي تقولي لي انك صدقتي الكلام اللي اتكتب على جوزك. اقسم بالله العظيم ما حصل يا هند. لا هو مش كده، يعني اتكتب عني كلام على النت. شفتوا الفضايح اللي كتبت عني على النت؟ الله، مكتومين ليه؟ ما تقولوا مبروك. ايه نقول مبروك ايه وكلام ايه وفضايح ايه؟ انت كتب ايه عنك على النت يا استهانم؟ اتكلمي. اتكتب عني يا سيدي ان انا اتخطبت 7 مرات واتجوزت 7 مرات وكمان صاحبت 7 مرات. انا مالي بيكي، انا بتكلم على مراتي. انطقي. هقول لك، اتكتب عليا اني نصابه وبعمل اعمال سحر للناس. والله كذبوا المصحف. يا خايبه يا عبيطه، هو في حد طايل؟ يا ريتني انا يتكتب عني كده على النت. بقول لك ايه يا هند، اوعي يا حبيبتي تكوني اتجوزتيني بالسحر والنصب والاعمال دي، اوعي. ولعت. يلا بقى يا حلوه، اعترفي لجوزك وقولي له اتجوزتيه ازاي. والله العظيم كذب، دول كدابين. والله انا ما اعرفش حتى ده بيتعمل ازاي. الحق يا شادي، مش هم دول المذيعات اللي كانوا بيقعدوا بيتكلموا مع مصري في الفضايح؟ ايوه هي وصاحبتها زميلتها. سيبيني بقى عليهم عشان انا هو كسر دماغتهم هما الاثنين. بلاش فضايح، سيبيني. اسمعني بس، احنا نروح نتعرف عليهم كده ونشوف ايه حكايتهم، بس بالراحه، فاهم؟ بالراحه؟ ايوه مش هقدر امسك نفسي عشان خاطري. يلا بالراحه. ايوه انت يا ست، انت يا مذيعه، انت يا مدام. ايه؟ انسه لو سمحت. نعم يا فندم، عاوز ايه؟ مش انتوا برضو المذيعات ايوه انا منى ودي زميلتي مي، تحت امركم. طبعا عاوزين يتصوروا معانا. لا قصدها لو انتوا عايزين تصوروا معانا ممكن تتفضلوا. يلا صور معاكم؟ انتوا بتحلموا، ده انا هصور قتيل النهارده، ده انا ما صدقت وشفتكم.
احنا مش قلنا بشويش بالتفاهم؟ هم ذنبهم ايه بس؟ مصري هو اللي بيكتب على النت. مصر هو اللي بيكتب على النت؟ أيوة. اذا كانوا هم اللي بيستضيفوه وفي كل البرامج بيستضيفوه، هم اللي بيحرضوه. مش فاهمه الراجل ده عايز ايه. في ايه يا جماعه؟ في حد عمل لكم حاجه؟ يا حبيبه قلبي ما انتوا مش فاهمين انتوا بتقدموا ايه في برنامجكم. انا بقى هفهمكم. اتفضلي فهمينا. لا سيبيني انا اللي هفهمهم، انا اللي هفهمهم وهوريهم يعني ايه يحترموا الاعلام. اوعي ايدك. خلاص بقى خلاص. اوعي ايدك. في ايه يا اساتذه؟ اوعي. معقوله ضربت المذيعات؟ ده كده هيعملوا عنك حلقات. والله يستاهلوا، ما هم مش فاهمين انهم بيعملوا كوارث. والله يا جماعه انا لولا الدكتوره صباح وانا بحترمها وبقدرها انا كنت مش عارف اقول لكم، كنت كلتهم بسناني. يا جماعه المشكله مش في المذيعات، المشكله انه صلاح جوزي صدق اللي مكتوب عني على النت. ايه ده معقوله يا صلاح تصدق على هند الكلام ده؟ دي هند مراتك وعشره عمرك وانت اكتر واحد فاهمها. اذا كان انا صدقت اللي اتكتب عليكم، والله العظيم كنت مصدقه. ده انا لدرجه ان انا صدقت اللي اتكتب عني من كتر ما انا قريته كتير قوي، عمال اقرا فيه. وبعدين يا جماعه ما هو لازم يبقى في حل. طبعا. بص بقى يا صلاح، انا قررت ان انا ابلغ مباحث النت وهم يتصرفوا. وانا كمان هعمل بلاغ عند مباحث النت. ايه ده في ايه يا جماعه؟ هو كل اللي يشتمنا ولا يهزقنا ولا يكتب علينا كلام مش حلو نروح نبلغ عنه مباحث البتاع؟ لا ما ينفعش، لازم ناخد حقنا بدراعنا. بلغوا مباحث النت انما زي ما شاكر بيقول لازم يبقى في حل تاني. سيبوني انا بقى الاقي الحل. يعني احنا نعمل ايه؟ واحد يصور يا صلاح، احنا مش ناقصين مصايب. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومين ده اللي يجرؤ انه يكتب عني كلام فارغ زي ده على النت؟ لا انا هتصرف. طبعا لازم اتصرف. مع السلامه. انت تاني؟ اهدى يا مصري، اهدى واقعد. على فكره انت على الهوا. على الهوا ايه؟ هو فين المذيعات؟ انا المذيع وهواجهك بقى قدام الملايين. لا انا اساسا ارفض التواجد معاك في مكان واحد. انت مين وانا مين؟ بطل بقى الكلام الحنجوري ده بذمتك. انا مرتشي ومزور وفاسد. يبقى انت بقى اللي كتبت عني الكلام الفارغ اللي على النت ده. انا بصرف في شارع الهرم. لك ما تغيرش الموضوع. انا بحلفك بشرفك المهني، انا كل اللي انت قلته على النت. خلاص انا اسف، انا همسح الكلام اللي انا كتبته. بعد ايه يا استاذ مصري؟ ما انت كتبته وخلاص والناس عرفت عني وخلاص. انت لو كتبت تكذيب محدش هيشوفه. ما قلت لك يا صلاح خلاص انا اسف وبعتذر لك اهو قدام الناس كلها. انا هروح امسح الكلام اللي انا كتبته عنك. ما تزعلش مني. عن اذنك. عن اذني ايه بس؟ انا هسيبكم لربنا. انت واللي زيك، انت وامثالك اللي بتشوهوا سمعة الناس على النت وانتوا مش دريانين. مادام القانون مش قادر ياخد حق الناس منكم، ربنا سبحانه وتعالى كفيل بيكم. واهلا بحضراتكم، ونبدا مع بعض لقائنا المتجدد مع حضراتكم على طول على الهواء في يوميات مصري وقناه القاهره وماسبيرو. اهلا بيكم. وبالتاكيد الكلام اللي بنقوله حالا في الدراما اللي شفناه مع بعض كلنا، الناس والنت ده مشكله كبيره جدا جدا الحقيقه، مشكله ملهاش حلول حتى القانون. اي حد بيشوفنا دلوقتي للاسف الشديد يقدر يشهر باي حد في اي وقت باي كلام. والكارثه الكبيره ان احنا بطبيعتنا كبشر بيبقى عندنا الاستعداد النفسي نصدق اي حاجه حتى لو هي مش بس شائعات، ده بتبقى مجرد حتى لو فيها شيء من الحقيقه 99% مش حقيقه ومع ذلك بنصدقه. حاولنا في الدراما نحذر من ده
مش بس انه حذر الناس ان يبقى عندنا ثقافه متابعه وثقافه مشاهده، ونبقى فاهمين ان المكتوب ده اكيد حد مغرض اللي كتب، او نتاكد او نتيقن الى اخره. يعني انا قبل كده بامانه حصل حاجتين اتمنى ان احنا برضو نظبطهم مع بعض. احدى المشاهدات العزيزات بعتت لي الصوره، قالت لي في رقص في جامعه المنصوره. اخدت الصوره بصيت فيها بشيء من يعني الدقه الى حد ما. احساسي قال لي صعب بل مستحيل يكون ده حقيقي في ظروف معينه ووقت ما كان في احداث في البلد داميه، يبقى في رقص ازاي في جامعه المنصوره؟ قلت لها تاكدي تيقني من الحاصل الاول قبل ما تشيري الصوره، لان انت بتشيريها وبعدين غيرك يشيرها غيرك يشيرها، في النهايه الموضوع بيكبر جدا وهو في كذب. واكدنا لحضراتكم ده على الهواء انه ما حصلش، واتصلنا وقتها بالمشرف على الاحتفالات الجامعيه، احتفالات ثقافيه واحتفالات يشكروا عليها الناس ان هم عملوا مهرجان ثقافي في جامعه المنصوره وقتها. يمكن النهارده في صوره تانية برضه حد صديق بعتها لي، صوره موظفه بتقشر كوسه. لو الاستاذ هشام سامعني يا ريت نشوفها بالصوره كده واحنا مع بعض. بتقشر كوسه في احد المصالح الحكوميه. طبعا الصوره ملفته جدا، وخدوا بقى التعليقات وكومنتات للصبح، هل ده فعلا حاصل؟ وهل الموظفات عاملين ده بيقشروا كوسه في المصالح الحكوميه؟ الحقيقه لما جات لي الصوره انا متوقع انها تكون موجوده، وبالفعل موجود زيها كتير جدا، مش نفس الصوره يعني، لكن موجود زيها بشكل او باخر. يقول لك الموظف بيروح يفطر لحد الساعه كام، وبعدين ياخد شاي وياخد سندوتشات، وبعدين مش عارف يعمل ايه، هو بيضيع وقته يعني. ومع ذلك قلت لهذا الصديق اللي بعت له الصوره ارجوك تيقن. دي الصوره اللي احنا شايفينها على الهواء الاستاذ هشام انيس، صوره موظفه بمكتب عقاري فبتقشر كوسه. طبعا اي حد هيشوفها على صفحه اي زميل او صديق هيشيرها على طول، هيشيرها عنده ويتكلم عنها وهكذا يعني. الحقيقه عجبني الامانه الشديده للزميل او الصديق المشاهد المحترم اللي بعت لي الصوره، انه رد عليا وقال لي الصوره دي للاسف اكتشفت انها من 2007، ولكن الناس بتتناقلها كانها حاصله النهارده. ليه بقول ده؟ لانه ساعات بنظلم بعض، ساعات بنظلم انفسنا. اوكي، هناخد الاستاذ عصام الشربيني حالا الصحفي الزميل، بس قبل عصام باكد بس في موضوع النت عشان داخلين في موضوع في منتهى الخطوره والاهميه. يا جماعه مش اي حاجه تشوفها على النت تقراها على النت تصدقها، ارجوك شغل عقلك وفكر واحسبها. النهارده هنتكلم عن 3 محاور في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره، واتمنى يا رب الوقت يسعفنا. هنتكلم عن زياره رئيس الوزراء المهندس محلب لمسبيرو الاسبوع اللي فات بالامس او باول امس، وكنا كلنا كاهل مسبيرو سعداء بالزياره، ولكن نحط تحتها 3 خطوط ولكن هذه. في كمان لفت نظرنا جدا الاعلام الخاص، واخدنا لفين وبيعمل فينا ايه ومودي مصر كلها على فين. الكلام برضه للمهندس محلب لرئيس الحكومه، بقولها بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه وعلى الهواء زي ما انا متعود مع حضراتكم. الاخ ابراهيم عيسى مشكورا صديق وزميل صحفي محترم، ولكن هل ده توقيت يهاجم فيه السعوديه ثم يرد عليه صحفي سعودي وهكذا من هذا الحوار والكلام اللي لا مجال له ولا مكان ولا وقت ولا داعي اساسا؟ ده موضوع. الموضوع الثاني موضوع الاخ والجد والاب والاستاذ اللي هي كل الحاجه كل المواصفات. هو في يوم من الايام اعلن انسحابه، قال انا بستاذنكم الانسحاب، وما اعرفش احنا يا سيدي اذن لك بالانسحاب، واقصد تماما هيكل هذا الرجل الجميل اللي موجود من ايام عبد الناصر، اللي كان بينظر وما زال ينظر حاضر، واللي عمل مليارات هو واولاده. مش هنقول له ملياراتك منين، لكن هنقول له ارجوك كفايه واسكت. ليه؟ هنتكلم طوال الحلقه، لان مصر ما بقتش محتاجه غير المخلصين والصادقين بجد، اللي بيشتغلوا بعرقهم بجد واللي بيشتغلوا باخلاص بجد. الموضوع الثالث والمهم جدا جدا اللي هنتكلم فيه النهارده هو ظاهره اسلام البحيري، وهل عقولنا متوقفه ان احنا ما نقبلش اي فكر اخر غير اللي احنا عارفينه؟ هل مسموح لنا نفهم، نسمع للاخرين، نناقش بعض؟ ده اللي هنناقشه مع بعض النهارده، وهيكون معانا مفاجاه في نهايه الحلقه الدكتور حسن السباعي، وهو برضو احد المهتمين جدا بتطوير الفكر الديني ولكن بشكل واسلوب وطريقه مختلفه. ابدا مع حضراتكم اللقاء والاستاذ عصام. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم مع حضرتك. اهلا بك يا عصام، ازيك؟ واولا ويا رب دايما تكون كده معطاء للصحافه والمصر. انا عارف ان انت من الصحفيين المخلصين والوطنيين والمحبين لمسبيرو ايضا،
والمتابع الى حد ما لزياره المهندس محلب، وقول لي انطباعك المبدئي يا عصام. والله يا فندم احنا مع تطوير وتفعيل كفاءة مسبيرو، لكن مش مع الاقصاء او ان احنا نهد التلفزيون، لان كل العاملين في القنوات الخاصه كلهم من ابناء التلفزيون المصري. التلفزيون المصري تلفزيون معطاء، يعني بيولد الكثير من القدرات والمواهب اللي ظهرت بها الاعلام المصري. فاحنا مع اعاده هيكله التلفزيون، اعاده الهيكله يا فندم، اعاده التفعيل، وليس ان انا اهد المبنى عن اللي فيه. هو للاسف الحاصل يا عصام انه في خلط بين الامرين، وكلمه اعاده الهيكله بنسمعها كتير جدا من ايام اخونا اسامه هيكل، وكلمه هيكله اساسا ما اعرفش بقت لفظ مكروه بصراحه. تمام. طول ما احنا كدوله رافعين ايدينا عن مسبيرو اعلانيا بقى واعلاميا وتشجيعيا وكل شيء، واحنا نتوقع كل من هب ودب يخبط في هذا المبنى، مع ان المبنى ده انا بشوفه هو صمام الامان، لانه في النهايه اعلام الناس، اعلام الشعب. ده اعلام الشعب، مش اعلام رجل اعمال، مش اعلام السلطه، ده اعلام الشعب يا فندم. تمام. فيجب ان احنا نعيد بنائه بطريقه هيكليه يا فندم، تمام، فعاله، انه يخدم المجتمع، يخدم الناس، ينقل مشاكل الناس. يعني معنى الكلام يا استاذ عصام انك انت مع تطويره وليس مع هدمه. مع التطوير يا فندم وليس مع الاقصاء. انت عندك معلومه ان في يعني مخطط ما للهدم او للبيع او للتغيير او ايا كان؟ والله يا فندم في انباء بتتردد كتير، في انباء بتتردد عن الهدم، وانباء بتتردد عن البيع، وانباء بتتردد عن اعاده الهيكله، لكن احنا كدوله مع اعاده هيكله التلفزيون المصري بانه يقوم بدوره الفعال في بناء المجتمع. تمام. وينهض بيه وينقل هموم ومشاكل الناس، ده اعلام الشعب وليس مع الاقصاء او هدم المبنى. انا بشكرك جدا استاذ عصام زميلنا الصحفي الجميل، وانت راجل مؤدب ومحترم الحقيقه. هو مش عاوز يقول، لكن انا هقولها بجد وبوضوح وبصراحه. زياره المهندس محلب لمسبيرو كان شيء رائع وجميل، ولكن وبقولها لكل الزملاء في مسبيرو بجد، قيام السيد عصام الامير رئيس الاتحاد بتشكيل لجنه لوضع قانون للاعلام للحفاظ على حقوق الزملاء شيء جيد وجميل، وكلنا معاه وبندعمه. اما فرض علينا حل من وزير التخطيط اللي ما يعرفش حاجه عن المبنى غير ارقام، انه يبيع ايه ويشتري ده حاجات تخصه، واحنا ما عندناش عليها اعتراض. الاعتراض كله والتحذير كله والخوف كله يا مهندس محلب ويا رئيس الحكومه من انك تعتمد اعتماد كلي على الاعلام الخاص، وانت اعلم مني بان الاعلام الخاص هدفه الرئيسي مصلحته، عمره ما هيكون مصلحه الشعب. ما حدش فيهم بيفكر في الشعب، وانت اكيد عارف ده واكيد واصلك ده. مبنى مسبيرو هو الصمام الامان، مبنى مسبيرو هو كان الاهم وسيظل الاهم بالنسبه للعالم العربي كله. اللي بيحصل لمسبيرو من مخططات حاليه انا بقولها بمنتهى الامانه، حذار يا مهندس محلب انك تبدا بهذه الخطوه، لانه وزير التخطيط يعلم ارقام، ما يعرفش حاجه عن المبنى، ما يعرفش حاجه عن الاعلام بشكل عام. راجل وزير متخصص في مجاله ليس متخصص في الاعلام، والاعلاميين المحيطين بيك معظمهم من القطاع الخاص. طيب ناخد الاستاذ ماهر برضو كصحفي يقول رايه. المحيطين بالمهندس محلب معظمهم من القطاع الخاص، من القنوات الخاصه، مش برضو ناس امناء في نقلهم الصوره ليك يا مهندس محلب. استاذ ماهر الحاوي الصحفي الجميل، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا ماهر. انا برضو باخد رايك في موضوع يعني طبعا الكلام اللي بيتقال لسه ما فيش معلومه مؤكده، لكن اللي بيتقال عن مشروع وزير التخطيط لاعاده هيكله مسبيرو بتقول حاجات كتيره جدا، منها نقل ملكيه القنوات الاقليميه للمحافظات، منها يعني مش عايز اقول ضياع قيمه مسبيرو وتاريخه بشكل او باخر، وان كان هذا الكلام مغلف بالمحافظه على حقوق الزملاء والعاملين والكلام ده. وارجو ان احنا نستوعب ان الحقوق مش بس حقوق ماديه ومرتبات، الحقوق حقوق ادبيه اكتر منها ماديه. اتفضل يا استاذ ماهر. تمام يا فندم. طبعا ملف الخاص باعاده هيكله مبنى مسبيرو واعاده توزيع العاملين فيه على بعض الوزارات، وطبعا ده كان مطروح من ايام حكومه احمد نظيف. تمام. وكلما وتم وعاد الى السطح مره اخرى في عهد بعد 25 يناير اكثر من مره. تمام.
واعتقد ان دراسه اعاده الهيكله موجوده اصلا وتم اعدادها، ولكن هي موجوده طي الادراج. تمام تمام تمام. طبعا القول باعاده هيكله مسبيرو ينطوي على مخاطر كبيره جدا، لانه يعني قائم على حق يراد به باطل. تمام. استاذ ماهر عشان وقتنا ارجو توضح لي حق يراد به باطل ازاي في جمله مفيده. ما ينفعش نقول اعاده هيكله هذا القطاع الضخم والكبير والذي يضم عدد من الكفاءات الإعلامية المعروفة على مستوى الوطن العربي في دولة هي رائدة للإعلام على مستوى الوطن العربي وهي مصر، وهي دولة ليست بالقليلة. وهذا المبنى الذي يضم مئات الآلاف من العاملين وأسرهم ومصائر أسر كبيرة، لا يمكن أن يقوم بإعادة هيكلة هذا المبنى خبير اقتصادي أو مجموعة من الخبراء الاقتصاديين منفردين بهدف توفير الأموال للموازنة العامة للدولة أو تقليص رواتب أو وما إلى ذلك. تمام. يجب أن يقوم على هذا الأمر أو يتم إشراك الكوادر الإعلامية الكبيرة الموجودة في التلفزيون المصري، وهي كوادر ليست بالهينة ولها تاريخ عريق. وأعرف على سبيل المثال الأستاذ حمدي الكنيسي وآخرين يعني ليس هناك مجال لذكرهم الآن. تمام. وهم قادرين على تولي إعادة هيكلة هذا القطاع. يعني رأيك أنه لابد من مشاركة أهل وأبناء مسبيرو في الأساس. أنا بشكرك جدا أستاذ ماهر الحاوي الصحفي الزميل، وكلامك واضح وواقعي. وناخد الأستاذ حسن طبعا أوكي، بس أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا. مسبيرو مش عائلات واسر ومرتبات وخلاص، ولا هيشيل حاجه عن موازنه الدوله ولا شيء، لانه في النهايه انت بتنقل مرتبات من س الى ص، ففي النهايه الدوله كده كده بتدفع. ده للتوضيح بس الكلام الاستاذ ماهر زميلنا. لكن الفكره الاساسيه في حاجه اخطر بكتير بكتير جدا، ومش عارف ليه المهندس محلب مش شايفها بصراحه. اعتمادك الكلي والجزئي على رجل اعمال عنده قنوات. لو انت اختلفت معايا رئيس الحكومه او اي وزير في حكومتك مع هذا الشخص، هذا مش عايز اقول اسماء مع انهم معروفين معدودين، الشخص ده له مصالح. لو حضرتك كوزير اختلفت مع هذا الشخص صاحب القنوات، هتكون النتيجه ايه؟ وانتم مجربينها بالمناسبه، الحكومه كلها مجرباها كلها. بتلاقي المذيع طالع على الهوا يقول للمحافظ او للوزير لو ما اتكلمتش دلوقتي مش عارف. ده اسلوب فيه ابتزاز، واصبح ابتزاز على الهوا. وانتم للاسف الشديد حولتوا مسبيرو لشيء لا طعم له ولا لون ولا رائحه بمنتهى الوضوح وعن قصد. مع انه صمام الامان لاي شعب في الدنيا هو تلفزيون رسمي. فرنسا نفسها فيها تلفزيون رسمي، امريكا فيها، لكن القنوات الخاصه لها اهدافها ولها مصالحها. ولغه المال ولغه راس المال لا تعرف عواطف ولا تعرف حد غلبان او حد محتاج او حد مريض او حد عنده وظيفه عايز يتوظف او بطاله او الى اخره. ما عندهمش لا حاضر. الفكره باختصار ان الاعلام الرسمي، بكلمه اعلام رسمي اللي اعتدناها، هو اعلام الشعب، ملك الشعب، مش ملك حكومه ولا ملك وزير ولا ملك رئيس حكومه، ملك الشعب وسيظل ملك الشعب باذن الله. استاذ حسن، انا عارف ان انت صديق وزميل عزيز دايما موجود في مجلس الوزراء، ودايما بتنقل لنا صوره ورأي ووجهه نظر رئيس الوزراء لانك قريب منه وبتساله دايما بشكل مباشر. استاذ حسن ابو خزايم الصحفي الجميل، قول لي باختصار وبدون مجامله، انت شايف ان زياره المهندس محلب لمسبيرو ايجابيه بهدف دعم تطوير المبنى، ولا دعم لموقف وزير التخطيط اشرف العربي بهدم المبنى؟ وانا اعلم عنك الصراحه. مساء الخير يا استاذ جمعه وعلى الساده المشاهدي قناه القاهره وعلى هذا البرنامج المحترم. انا يعني يمكن زياره الباشمهندس محلب كان معد لها مسبقا، ولكن تم تاجيلها اكثر من مره، وهذه الخطوه في محاوله جاده من الدوله جاده في هذا التوقيت ان تقف بجوار هذا المبنى وهو اتحاد الاذاعه والتلفزيون. وانا بعتبره شخصيا ان هذا المبنى يعتبر الهرم الرابع لمصر. هم كانوا حوالي هناك 5 أهداف تحدث عنهم السيد ابراهيم محلب في زيارته يوم الخميس للمبنى. هي اول حاجه الحفاظ على كافه الحقوق القائمه للعاملين، وقال لن يضار احد من هذه الهيكله، مع حسن استغلال الطاقات والكفاءات.
وزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة وإصلاح الخلل في الهيكل التمويلي مع تطوير القدرات الفنية والإبداعية. ولكن هناك في حاجة مهمة جدا، ان هو رئيس الوزراء كلف وزير التخطيط بعقد، دي اهم شيء يا استاذ جمعه. والتخوف بعض الزملاء اللي هم دخلوا مع حضرتك دلوقتي وكلام حضرتك الجميل، التخوف من ضرر احد. هو كلف وزير التخطيط بعقد اجتماعات متتاليه خلال الفتره المقبله مع المسؤولين من داخل اتحاد الاذاعه والتلفزيون لشرح خطط التطوير والبدء في التنفيذ على الفور حتى يسترد الاعلام المصري مكانته. استاذ حسن معلش، انا كلامك بيعجبني وكلام جميل وزي الفل. معلش الاستاذ هشام انيس لو سامعني يا ريت يجي الاستاذ عبد الرحمن على التليفون لو متاح. معنى الكلام انه كلام اقرب للانشاء. طب احنا هم بالفعل ابناء مسبيرو بالفعل عاملين قانون اسمه قانون الاعلام ومجهزينه وعاملوا اللجنه اللي كونها الاستاذ عصام الامير بالفعل. طب وزير التخطيط ياخد هذا القانون ويظبطه وينفذه. ليه لسه بنعيد الكره تاني؟ وليه الكلام؟ خليني اقول لحضرتك. اسمح لي بس، اسمح لي اكمل السؤال لانه انا عارف انك ادرى بالحاصل. يعني ليه الكلام دلوقتي بيؤكد انه 1/7 بتنقل ملكيه او اداره القنوات الاقليميه تحديدا للمحافظات؟ ليه ده بيتقال؟ يبقى على المفترض على الساده القائمين على مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون وكافه العاملين ان يشكلوا، ده من رايي الشخصي كحسن ابو خزيم، يشكلوا لجنه ويروحوا يقابلوا الباشمهندس ابراهيم محلب ويدوا له القانون المعد مسبقا من خلال الساده المحترمين بتوع مبنى الاذاعه والتلفزيون ويعقدوا اجتماع فوري مع وزير التخطيط. طالما هناك تخوفات فأي حاجة بتتعمل لابد أنا كإنسان موجود داخل مبنى بتخوف، وعشان أشيل هذا التخوف لازم أحدد موعد. والراجل يعني السيد المهندس إبراهيم محلب بيعقد اجتماعات مع كافة المسؤولين، والمبنى ده مهم جدا جدا بالنسبة للدولة، ده إعلام الشعب زي ما حضرتك قلت. أنا برضو مع حضرتك على الهواء بطلب من رئيس الحكومة إن إحنا كأهل مسبيرو محتاجين نقعد معاه، محتاجين نتكلم معاه، محتاجين نوضح له اللي هو ربما مش شايفه او ربما عارفه يقنعنا بوجهه نظر. انا بشكرك جدا يا استاذ حسن ابو خزيم الصحفي الجميل وزميلنا العزيز المتابع معانا. وكان نفسي برضه اخد الاستاذ عبد الرحمن كواحد من اهل مسبيرو اللي عملوا لجنه وبالفعل طلعوا قانون اسمه قانون الاعلام مجهزينه وارسلوا منه نسخه لرئيس الوزراء وارسلوا منه نسخه لنقابه الصحفيين، واحنا كلنا ناقشناه وكلنا ما زلنا بنناقش هذا القانون لانه طالع مننا فينا من اهل المبنى. وبالمناسبه برضه للمره الاخيره حاضر باكد لحضراتكم حاجه مهمه جدا قبل ما اخد الاعلان، ان كلامي مش معناه بس حفاظ على حقوق الزملاء الماديه، لان مؤكد الدوله بتكفل ده، مش بس مسبيرو او غير مسبيرو، كل حد اكيد مكفول حقوقه الماديه. بتكلم على كيان اسمه مسبيرو، بتكلم على احتياج الدوله نفسها لاعلام مهم جدا. اوكي، هناخد طبعا مش موضوع ربح يا هشام قد ما هو موضوع توضيح لامر في منتهى الخطوره، وهو ترك الشعب كامل في يد الاعلام الخاص. اقسم انه في منتهى الخطوره على اي مسؤول ابتداء من اول رئيس الدوله لحد اصغر مسؤول في الدوله. ومع الوقت هنعرف ده، لانه للاسف الشديد اتجاه ده كله رايح للسكه دي. هناخد اعلان سريع جدا عشان صاحب الاعلان ما يزعلش، وهنواصل مع حضراتكم لقائنا في يوميات مصري بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحه وبمنتهى الحب ايضا. بنتواصل مع بعض، فاصل ونواصل. بواصل مع حضراتكم اللقاء والمناسبه يعني بالصدفه كده او واحنا بنتكلم مع بعض كان كتير قوي من الرسائل جات لي الاسبوع اللي فات، وبصراحه اكتر رساله لفتت نظري ووجعتني جدا الرساله اللي بعتها لي الدكتوره هيام فتحي. بتقول انا بعمل دراسات عليا بعد ما شفت صوره تكريم السبكي، لو عندك يا هدى يا ريت نشوفها، صوره تكريم السبكي وصوره استاذ الجامعه اللي بيكنس الشارع ومحدش بيكرمه ولا سال فيه عميد هندسه اسكندريه. قررت ابطل دراسات عليا. الحقيقه يعني يمكن بستاذن طبعا كل اللي بعتوا لي، احمد فؤاد ودينا ورشا ومديحه وعماد طه ورحمه واسلام ومعتز وكل اللي بعتوا لي عشان نقرا رسائلهم كتير جدا، لكن الرساله دي لفتت نظري جدا. وعايز اقول للدكتوره هيام للاسف يا دكتوره مش هدفنا ده خالص.
ومش معنى ان تكريم السبكي وعدم تكريم استاذ الجامعه ان هو ده ده واقع مر، بس حاجات كتيره جدا مره احنا عايشينها، لكن بيظل الصحيح هو الصح يعني هو دايما المستمر، ولا يصح الا الصحيح في النهايه. لكن معاكي تماما انه تكريم السبكي وعدم تكريم استاذ الجامعه شيء غير طبيعي، وانديه الروتري دي ولا اللي مش عارف اسمها انديه ايه ملهاش 30 لازمه اساسا، لكن هم كده، ده واقع جزء من واقعنا. لكن الجزء الافضل والاحسن والاجمل اللي احنا بنحلم بيه واللي لسه جاي، ان هو مصر جايه ورايحه للافضل، فلازم كلنا نكون مع بعض في المنطقه ديت بدون ما نبقى يائوسين. الحقيقه بقولها بمنتهى الصراحه. اذا في موضوع ماسبيرو بنقفله علشان نخلص منه خالص، بتكلم في جمله مفيده. حاضر، هناخد الاستاذه هبه حالا، بس عشان نقفل موضوع ماسبيرو، القانون اللي عامله اولاد ماسبيرو، ابناء ماسبيرو من اللجنه اللي شكلها رئيس الاتحاد، عاملين قانون. وزير التخطيط يستعين بهذا القانون ويطوره ويشكله في النهايه انه يحافظ على هذا الكيان، اهلا وسهلا به. اي حل غير ده صدقوني وصدقني يا رئيس الحكومه هيكون في منتهى الخطوره. الاستاذه هبه، السلام عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، الحمد لله رب العالمين. صوتك بيقطع بس انا سامعك الى حد ما. ايوه انا معاك. الاستاذ هشام بيقول لي شاعره كبيره وعاشقه لمصر، ايه رايك نستغلك على طول؟ مش كبيره قوي على قدي. لا يا رب دايما كبيره بشعرك وبفنك. الله يخليك. هي قصيده صغيره في حب مصر، واتمنى ان مصر تكون احوالها احسن من كل الحاجات اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دلوقتي. يا رب. لا خلينا يعني بعد اذن المخرج نسمعك على طول يا هبه، ايه رايك؟ يلا قولي لنا حاجه بسريعه. القصيده اسمها رسمتك. تمام. رسمتك فوق بحين الزمان درة ونبعا من حنان. رسمتك فوق جبين الزمان طاطئ وبر أمان. رسمتك في كل الأزمان راحة للحب في كل أوان. رسمتك في سمائي وبكل الألوان صورة للمجد في عيون الإنسان. رسمتك حتى قيل هذا لوحة بعيشة فنان. عبرت عنك بالكلمات حتى قيل ما هذا شعرا في محبوبة فلان. فقلت لا، إنها مصر أرضا تربيت فوق ترابها وشربت من نبعها الحنان. مصر وطن أنتمي إليه ومهما اغتربت أشعر بأني سأعود لنهر حبها ظمآن. مصر قلبا نابضا بين ضلوعي في كل أوان. مصر أما فاضت علي بعطفها علمتني كيف يكون الإنسان إنسان. الله عليكي الله عليكي بجد. لا قولي لي انت كتبتها في انهي لحظه دي يا استاذه هبه؟ لا ده كان قبل ثوره 25 يناير. كمان قبل الثوره. يا رب دايما كده مبدعه. سؤال سريع واخير، وطبعا انت ما شاء الله عليك يعني زي ما قال المخرج انك مدرسه رياض اطفال، يعني يا رب يكون الاطفال بيتعلموا منك حب البلد وحب الوطن بالشكل ده. تمام. المعلم لازم يكون معلم لابنائه ان هو يغرس فيهم حب وطنه. تمام. لان حب الوطن ده لو ما اتغرسش من منذ الطفوله زي كل حاجه حلوه وعاده حلوه عايزين نعلمها لطفلنا، مش هنقدر نحصل على شباب ولا رجال للمستقبل يغيروا في بلدنا. عندك حق، انا بشكرك جدا جدا استاذه هبه، ويا رب دايما يكون من زي كده كتير. والامانه يا جماعه عايز اقول حاجه مهمه قوي. واخدين قرار ما نقدمش النماذج. انا جاي لي فيديوهات مدرس بيضرب تلامذه وناس بقى عايزين يهيجوا الدنيا، مدرس أيوة بيضرب تلميذ. فقلت لا، انا بشكرك جدا يا استاذه هبه، بشكر وجودك معايا يا فندم. شكرا. فانا اخدت بصراحه وبامانه قرار نقدم النماذج الكويسه. ايه المشكله؟ ما ناخد النماذج الكويسه ونشكر ونقول وكتر خيرهم الى اخره. يعني ايه المشكله؟ ليه دايما بنركز على السلبي؟ زي ما في مدرس بيغلط وبيضرب الاطفال، في مدرسه زي الاستاذه هبه كده بتقول لهم شاعر في حب البلد. في الاف المدرسين المحترمات والمحترمين بامانه شديده جدا. صوره تانية هي مضحكه، زميله اسمها رشا المصري، لو هي سامعاني دلوقتي هتعرف ده، نشر صوره وزاره التربيه والتعليم على نعش وبيقولوا البقاء لله، حاجه كده. طبعا ده شيء من احنا كمصريين عندنا الحته دي، لما نزعل من شيء ننكت نعمل نكته، لكن
خلينا نكون ايجابيين في الفتره اللي جايه، خلينا نحب ده. احنا ليه برضو حتى كمشاهدين نحب قوي الحاجات السلبيه؟ يعني شاعر زي الاستاذه هبه اللي بتقوله بتحبب اطفالنا في البلد ممكن نسمعه بنص ودن. لو الاستاذه هبه دي نفسها بتضرب تلميذ وحد مصور لها فيديو وبنشوفها بتضربه بنركز بكل كياننا. طبعا هي اي شيء ابنورمال بيكون بيشدنا، لكن تعالوا نشجع اللي بيشتغل، تعالوا نكون ايجابيين بجد. ليه لا؟ ليه لا؟ زي بالظبط المحور الثاني اللي هنتكلم عنه النهارده، موضوع الخطير بامانه، الخطير بجد. يعني الاخ ابراهيم عيسى الزميل العزيز، في عز ما احنا عاملين مؤتمر قمه وعاملين توحد مع السعوديه والخليج وشايفين المخاطر اللي وصلتنا ان احنا بقى كل واحد فينا مش امن في بيته، وان الرئيس السيسي مع الملك سلمان مع قاده الخليج توحدوا لاول مره تحصل من سنه 73. في عز ده يطلع الاخ ابراهيم عيسى يهاجم السعوديه، وفي عز ده يطلع صحفي سعودي اخر يرد على ابراهيم عيسى ويهاجم مصر. هل ده طبيعي؟ هل ده منطقي؟ يعني مين الصحفي الوطني اللي بيحب البلد، اللي بيحب الانسانيه، اللي مقتنع ان في مخاطر، اللي عارف ان في مخاطر، يعمل ده؟ ويعمله ليه؟ والمصلحه مين؟ كل ده علامات استفهام. على فكره المشاهد ما بيبقاش غبي، المشاهد ذكي جدا وبيسال نفسه 100,000 سؤال. ايه موضوعه دلوقتي؟ بتهاجم السعوديه ليه؟ وحتى لو انت يا اخي زعلان، خلي زعلك مؤجل لحد ما تنتهي الكارثه اللي احنا فيها. انت محاط بيك مخاطر، انت في حرب حقيقيه، في سيناء وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل حته، وانت عارف ده، انت راجل صحفي كبير وعارف ده كويس جدا. هل احنا مصالحنا الشخصيه بقت اهم من البلد والناس والغلابه والبسطاء والناس اللي مش لاقيه تاكل بجد؟ هل احنا مش قادرين نحس بده واحنا كصحفيين مصريين بندعي بس ان احنا البطوله والوطنيه وكذا؟ قبل كده لما اتكلمت في الدين واتكلمت عن الصحابه وعن ابو بكر وفجاءه و الى اخره، الناس كانت بتسمع. لكن في اللحظه المناسبه وفي هذا التاريخ ده تحديدا تقول هذا الكلام، ويطلع حد يقول كلام ضد الكلام اللي احنا عايزين نقوله، ده معقول؟ في حاجه غلط. يكمل ده الاستاذ الجميل هيكل اللي بنقعد نستنى حواره مع لميس الحديدي كانه ماتش كوره، علشان يطلع يقول ايه؟ يقول ما فيش دوله في العالم بتاخد قرار لوحدها بدون استئذان الا امريكا بس، وكأن ده يعني قرآن لازم نعمله. انا قلتها وكتبتها، قلت له مصر السيسي اخذت القرار، ومصر السيسي عملت بدون ما تستأذن، واخذت طارها في اللي قتلوا اولادنا في ليبيا، وتعاونت مع الخليج وبيضربوا الحوثيين اللي هم يعني مش متفقين، هم موالين لإيران بهدف في النهاية القضاء على دورك، القضاء على بلدك، تشتيت مصر كلها. وكانت النتيجة ايه يا استاذ هيكل؟ ان اوباما نفسه هو اللي اتصل بالرئيس السيسي وهو اللي طلب يكون في لقاء قمة في كامب ديفيد. بمعنى الكلام واضح ان القوة هي اللغة. ويا سيدي حاضر يا هدى، وبعدين ايه اللي هيحصل اكتر من اللي حاصل؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ ما احنا فقر وفقرانين، حرب وعاملين فينا الارهاب وما شاء الله. ايه تاني؟ ده يمكن ده يخلينا نقول لبعض كده محتاجين نجدد خطابين، الخطاب الصحفي والاعلامي خاصة في القنوات الخاصة لكل واحد اجندته وحساباته، وكمان الخطاب الديني محتاجين نجدده، محتاجين نفهم الصح ايه والغلط ايه. هنتكلم في ده بعد الاعلان. مشاهدينا الاعزاء، معلش مش عارف ليه وقتنا فعلا بيجري مع حضراتكم دايما، مع ان مواضيع كتيره جدا وفي منتهى الاهميه كلها بصراحه. لكن الموضوع اللي هنتكلم فيه حالا ما ينفعش السكوت عليه خالص. ظاهره اسلام البحيري، وان الناس كلها بقت ضد اسلام البحيري، وكل شيوخ الازهر اجتمعوا واتفقوا واختلفوا على كل شيء، ولكنهم اتفقوا في النهايه انه ممنوع اي حد يفكر. اسمحوا لي انا وحضراتكم نرحب بضيف عزيز انا اعلم عنه جيدا انه باحث ومفكر وله موسوعه كامله اسمها اسرار عالم الغيب في تجديد الخطاب الديني بشكل عام. دكتور حسن، السلام عليكم. عليك السلام الله ورحمته. استاذ جمعه، اهلا بك يا دكتور، وانا اسف اتاخرنا عليك على الهواء، لكن مهم جدا نستطلع انا وحضرتك مع المشاهدين الاعزاء
الحاصل من معركة كلامية وتلاسن ما بين هذا الرجل اللي اسمه إسلام البحيري والإخوة الأفاضل شيوخ الأزهر. وجهة نظرك إيه في هذه القضية يا دكتور حسن؟ كلا الطرفين مخطئ. كلا الطرفين مخطئ. ليه مخطئ؟ لأن لا إسلام البحيري استعان بالله وأتى ببرهان من القرآن على ما يقول، ولا هم أيضا هم الطرفين هجروا القرآن فوقعوا في يد الشيطان. هجروا القرآن. وهذه هي المشكلة، لأن دي هي الشكوى التي يتقدم بها رسول الله خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام لمولاه يوم القيامة. فقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى الرسول بيشكوها. شكوى الرسول طبعا شكواه لمولاه، يرفع القرآن العظيم في يده يوم القيامة ويستأذن ربه فيأذن فيقول له: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجرهم للقرآن أوقعهم في براسل الشر. عفوا، لقد نفذ. الصوت راح فين؟ مش سامع. ده كلام في منتهى الخطورة يا دكتور حسن. يعني عايز تقول لي انه هجرهم للقرآن هو اللي خلاهم يصلوا الى هذه المرحلة من التلاسن والخناقات والكلام اللي محدش فاهمه نهائي. لو الخط فصل مع الدكتور حسن يا ريت يا هشام نحاول نجيبه تاني. كلام على فكرة خطير بس صح وكلام مهم. الاتنين بيتكلموا في ابن تيمية، وبصراحة وبأمانة ربنا يا جماعة، بأمانة والله، يعني أنا شخصيا كجمعة عبيد ضد تقديس أي شخص أيا كان، والاجتهاد مطلوب. أنا مع الاجتهاد. في ناس كتير قافله مخها ويقول لك لا ما فيش اجتهاد في الدين. ازاي وكل ايات القران كلها افلا يتدبرون افلا يعقلون الى اخره. حتى لو هذا الاسلام البحيري شذ شويه في الكلام، خرج عن النص الى اخره، نسمع له، ولما نسمع له هنشوف الابيض والاسود فهتبان الحقيقه. ليه بنرفض اي فكر؟ ليه؟ والله الدكتور حسن حط ايده على حاجه في منتهى الاهميه وهي موضوع هجر القران. حاول تجيبه لي يا هشام معلش، لانه الاختلاف اللي حاصل بعتذر لكل الموجودين على التليفون، وخلينا ننهي النهارده بهذه القضيه لانها في منتهى الاهميه. الاختلاف اللي حاصل كله بمنتهى الصراحه حاصل على كتب مثلا ابن تيميه، مع احترامنا الكامل طبعا ما بيسموه امام الائمه، لكن هو في النهايه بشر، يعني وارد يخطئ. اي بشر في الدنيا وارد يخطئ، وكمان كلام اي بشر يحتمل ان احنا نفكر فيه ونعمل العقل ونحسبها هل ده صح او لا. ولو يتماشى مع القرآن اهلا وسهلا، مؤكد يبقى على راسنا من فوق. لو شيء ضد القرآن مؤكد ما يصلحش وما ينفعش. الحاجة التانية انه مش هنمسك تفاصيل صغيرة نتكلم فيها، لا نتكلم في اصول. الدكتور حسن معلش الخط فصل مع حضرتك، لكن بنسمع لك وكلنا اذان صاغية، لانك قلت حاجة في منتهى الخطورة ان الرسول الكريم هيشكون ربنا. طيب حضرتك شايف ان الطرفين هجروا القرآن؟ هجروا القرآن، فلا تجد احدا منهم يأتي ببرهان من آيات القرآن المبينة على ما يدعيه من فكر، وبالتالي هو لون من ألوان الانفلات الفكري في الدين. طب يعني دكتور حسن معلش مع احترامي، يعني حضرتك كراجل عالم شايف ان الصح ايه بين الطرفين؟ الناس تعمل ايه؟ الصح بين الطرفين ان يعود كل منهما الى آيات القرآن ويلتزم بها ويحترم القرآن العظيم ويحترم ويقدر قائله سبحانه وتعالى عما يشركون، ولا يتكلم إلا ببرهان من القرآن. وجميع الناس، وأنا طبعا الكل بيسمعني، يعلموا أساتذة علوم الحديث في الأزهر أن هناك شرط لقبول الحديث الذي ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو ألا يكون مخالفا لآيات القرآن العظيم. هو في أحاديث مخالفة يا دكتور؟ طبعا الشيطان غير الدين الإسلامي، زوره، ومع الوقت منذ نزول القرآن استطاع أن يسيطر على عقول رجال الدين زي ما سيطر على عقول رجال الدين في المسيحية واليهودية وكل الأديان السابقة، ليغير في الدين ليجعل الرحمن سبحانه وتعالى يغضب على عباده. الشيطان وربنا له آية بيقول: واتل عليهم
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أي هجرها فأتبعه الشيطان أي اتخذه تابعا له فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله يفتح عليك. يعني حضرتك عايز تقول ان السر القصة كلها في هجر القرآن؟ طبعا هو أصلا من الذي يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. بالضبط. فإذا نحن في حاجة إلى أن نتعلم ما يشاء الرحمن أن يعلمنا من الغيب. اللي ما يحيطش لا نحاط به علما من الله سبحانه وتعالى ليس له أي أصل ولا فصل ولا له لازم. طيب يا دكتور بعد إذن حضرتك، يعني هل متاح إن إحنا كمسلمين وكمواطنين عاديين نختلف أو نتفق عن الأئمة والشيوخ واللي هم السابقين، يعني اللي هم اللي سبقونا، ونقول كلامهم صح أو كلامهم غلط، ولا ده كمان شيء مقدس؟ وضع طبيعي جدا بشرط. تمام. بشرط أن يكون هذا ببرهان من القرآن، وده اللي أنا عملته في الموسوعة اللي أنا عملتها. تمام. قلت هم أخطأوا في إيه، وقلت ليه هم أخطأوا، والبرهان أهو من القرآن. برضو سؤال مهم مع حضرتك. اتفضل. لأن واضح إن الكلام معاك محتاج حلقات بعد كده. تجديد الخطاب الديني اللي بيطالب بيه رئيس الدولة وبنطالب بيه كلنا كناس عندنا شوية الشعب كلنا طبعا خوف على البلد. أنت شايف من وجهة نظرك إن الخطاب الديني اللي البعض بيقول إنه سبب مثلا الإرهاب أحيانا هو الفهم الخطأ للدين، سبب ان الغرب شايفيننا كل مشاكلنا بمختلف انواعها. طيب يا دكتور حسن، في جمله، تجديد الخطاب الديني يبدا وينتهي منين؟ يبدا وينتهي من القرآن العظيم. من القرآن العظيم طبعا. احترام القرآن وتقديره والالتزام بآياته هو حلها في الدنيا والآخرة. طب والكتب يا دكتور والسنن والاحاديث القدسيه والاحاديث هذا كلام احنا عايزين. ما فيش اولا كلمه احاديث قدسيه، انت بتجرني المساله خطيره. انه ليس هناك احاديث قدسيه على الاطلاق، وان ما يسمى باحاديث قدسيه هو تاليف احد علماء ابليس ليصرف نظرنا عن دكتور القرآن. حسن، انا مش عايز اطلع من اسلام البحيري لحاجه تانية، لكن مفيش احاديث قدسيه. لا مش اسلام بحيري، لا مفيش خالص احاديث قدسيه، واتحدى حد يقول كده. القرآن مفيش فيه. هل هناك في القرآن في القرآن ما يشير الى ان الله سبحانه وتعالى انزل كتابا غير القرآن على محمد عليه الصلاه والسلام؟ اتحدى. لا هو طبعا ربنا قال اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فما فيش حد ابدا يجرؤ انه يقول القرآن ده في غيره اسمه الاحاديث القدسيه. لا اللي هو مكمل يعني يا دكتور على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام. لا ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم اكمل لنا ديننا، وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هل تظن ان الله سبحانه وتعالى يسكت عن احاطتنا علما في القرآن العظيم، ولأنه قد أنزل على رسوله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام حديث قدسية؟ فين ده؟ ده ربنا ضرب أمثلة من البعوضة إلى الذبابة إلى الهدهد إلى البقرة إلى صحيح. يبقى عندي حاجة تشبه القرآن. يعني حضرتك عايز تقول لو كان في حاجة اسمها أحاديث قدسية كان ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة في القرآن. ده وضع طبيعي. ده وضع طبيعي. لكن طالما ما قالهاش يبقى ما فيش حاجة اسمها أحاديث قدسية. امال هي عايزه نقاش. يعني هي لازم نحن يا جماعه كده الكلام هياخد شكل طيب خلينا برضو نجتهد مع حضرتك يا دكتور ونرجع لجمله مهمه، انه الخلاف القائم حاليا ما بين اجتهاد، تعال نسميها اجتهاد هذا الشخص اللي اسمه اسلام البحيري والشيوخ، واخد شكل يجب ان هما الاثنين الطرفين يرجعوا للقرآن العظيم. ده ما لهاش حل غير كده. انتوا بتتكلموا من منطلق ايه؟ ما هو برهان لكن يتجاهلوا يا دكتور السنن والاحاديث والكتب لا مش يتجاهلوا. انا ما قلتش انهم يتجاهلوا. انا بقول ان القياس الميزان لكل اقوالنا وافعالنا هو القرآن. فالرسول عليه الصلاه والسلام له حديث مهم جدا بينكره طبعا الشيطان وعلى عقول الناس، ويقول ربنا يعني بيقول شوفوا الرسول بيقول ايه. بيقول ايه الرسول؟
بيقول سأموت فيتقولون علي، يعني يقعدوا يقولوا ده محمد قال محمد قال محمد قال. فردوه إلى القرآن، فإن وافق القرآن فقلته وإن خالف القرآن فلم أقل. أليس هذا يعني منتهى الذكاء والوضوح؟ وربما سبحانه وتعالى يعني وما ينطق عن الهوى، يعني اكيد ربنا اوحى له يقول ده. لا بلاش اللي ينطق عن الهوى دي نبقى نتكلم فيها بعدين، انما انا بتكلم في حته محدده. وبلاش ليه يا دكتور برضه ينطق عن الهوى فيها حاجه دي كمان. لا هو الحديث في سوره النجم عن الذي لا ينطق عن الهوى، لو كملت الايه هتفهمها. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يبقى الحديث عن جبريل عليه السلام مش عن وليس الرسول. عن محمد عليه الرسول عليه الصلاه والسلام بشر، وكل البشر له هوى، والهوى ممكن ان يوقع الانسان في بعض الاخطاء، واحنا عندنا اخطاء ذكرها العظيم سبحانه وتعالى وقعت من رسول الله وصحح له مولاه، مش كده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بشر ممكن يخطئ يعني. طبعا احنا عندنا سوره عبس وتولى ما هي الا عتاب شديد اللهجه من العظيم سبحانه وتعالى لرسوله، مش كده؟ دكتور حسن عندنا الكلام حاضر الكلام يا دكتور واخدنا التفريعات انا بشوف انها ايضا مهمه جدا الحقيقه. طبعا. طيب هتسمح لي بعد اذنك هستاذنك بقى الاسابيع اللي جايه تكون معانا على الهوا صوت وصوره ونجدد مع بعض الخطاب الديني ونتكلم أوي تحت امرك وتحت امر الناس كلها. ربنا يبارك فيك. ده واجب علينا نعمله. ولكن هتقول لي جمله واحده في ختام كلامنا يا دكتور حسن. القرآن العظيم احيانا البسطاء يعني لما بيقروه ما بيفهموش قوي. ناخد من مين ده وضع طبيعي برضه، لان طبعا القرآن ما هواش متاح لاي عقل. تمام. مش كده؟ تمام. وانما مين بقى اللي بيعلم الانسان القرآن؟ الرحمن. اقرا سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن. تمام. فمن لم يعلمه الرحمن القرآن لا يتعلم ولو قعد في الازهر 100 سنة. اوكي يا دكتور حسن السباعي، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور حسن، ووعد منك هتكون معانا الحلقات اللي جايه على الهوا. الموضوع بيتفرع وبياخدنا لاماكن كتير، لكن انا مؤمن بتجديد الخطاب الديني بجد، مؤمن قوي بده، لان كتير من الخزعبلات اللي بنعيشها من بعض مشايخنا او بعض اللي بيقولوا في الجوامع وفي المساجد حاضر ساعات بياخدونا لمناطق صعبه جدا، لكن تعالوا نكون عندنا افق واسع ونحاول نفهم ونستوعب ونرجع كلنا فعلا للقرآن العظيم زي ما قال الدكتور حسن. الحقيقه انا بشكر جدا جدا كل زمايلنا في الكنترول النهارده، وما خلصناش الكلام كله، لكن وعد هنكمل وهنفضل مع بعض بكل قوه مع مسبيرو، ومع بعض بكل قوه لكشف الاعلام الخاص، ومع بعض بكل قوه لتجديد الخطاب الديني. بشكر هشام انيس مخرجنا الجميل، والاستاذه هدى رضا والاستاذ علاء شمس، وبشكر حضراتكم جدا وتحياتي دايما لحضراتكم بحب وبصدق. نلتقي دايما على خير.